السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير، صحة وعافية، آمين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان القصة: وفاء الذئب. حكاية لا تنسى أبدا. في قرية صغيرة تعانقها الجبال الشاهقة في غابات كثيفة، كانت هناك تحرس أسرارا قديمة. عاشت امرأة مسنة تدعى أمينة. كانت أمينة محبوبة بين الجميع من أهل القرية. تعرفت بحكمتها الهادئة وكرامتها التي كانت تشتهر بين الناس. كان يميزها بالحق ووفائها النادر. لم تكن ترى في الكائنات الأخرى شيئا سوى روحها الحلوة. كانت أمينة تعيش مع كلبها الوفي جان، وهو كلب شجاع لا يفارقها أبدا في أحد الرحلات، ويحرسها بحب وإخلاص له. وفي أحد الأيام بينما كانت أمينة تتجول في الغابة لجمع أعشاب طبية كعادتها، سمعت صوت أنين. خافت كأنه وجع صدى من مستخبي بين الشجر. الصدام يختبئ بين الأشجار. قالت وهي تنظر حولها: ما هذا الصوت؟ يبدو أن أحدا هنا يتألم، لابد أن أتحقق من هذا. تقدمت بحذر نحو الصوت حتى رأت مشهدا جعل قلبها يرتجف. كان ذئب صغير ملقى على الأرض وسهام مغرزة في قدمه. نظرت أمينة إلى هذا الذئب بحزن. يا مسكين، من فعل بك هذا؟ لا تخف، لن أؤذيك. أخذت عباءتها ولفت به، شالها ولفت به برفق، ثم حملته إلى بيتها رغم عن الناس في القرية. إنهم بالقرية يخشون الذئاب، وإنهم يعتبرونها أعداء البشر. عالجت أمينة الجرو بعناية. استخدمت أعشابها الطبية وساقته، ولم تلاحظ أي تغيير إلا بعد أسبوع. كان قد شفي تماما. أطلقت عليه اسم الوفاء، بما شعرت به من ارتباط خفي بينها وبينه. مرت الأيام وتعافى الذئب. شاءت الأقدار وأصبح الذئب أكثر ألفة وهدوءا مع جان الكلب الوفي. وفي البداية راقبته بحذر، لكن مع مرور الوقت أصبحا صديقين بين الكلب والذئب، وبدأ يلعبان معا ويحرسان أمينة كأنهما في الجيش من المحبة. وفي أحد المساءات جلست أمينة بجوار الموقد بينما كان جان ووفاء يسترخيان أمامها. تمتمت وهي تنظر إليهما بعينان مملوءتان بالامتنان. من كان يصدق أن كلبا وذئبا يصبحان أخوة؟ بينهما أخوة وحب ووفاء. ليس حكرا على البشر الوفاء، بل هو صفة نبيلة يعرفها كل قلب صادق. مرت الأيام والسنوات وكبر وفاء وأصبح ذئبا قويا البنية، لكن عينيه ما زالت تحملان ذات الامتنان الذي كان يملؤان ويفرحان قلب أمينة. وذات ليلة مظلمة حل على القرية شتاء قارس، والضباب يغلق كل شيء كستار غامض. كان للجميع نائم. كان كل الجميع في القرية نائمون، ولم يكن هناك سوى الصمت حتى تعالى صوت الذئاب من أعماق الغابة. كانت مجموعة كبيرة من الذئاب الجائعة تقترب من أهل القرية، تبحث عن طعام يسد جوعها. اقتربت الذئاب من منزل أمينة وكانت على وشك الهجوم، لكن فجأة خرج وفاء من العتمة كصاعقة من البرق. وقف أمام القطيع وعيناه تشتعلان بالنار الحماية، وبدأ يعوي وبصوت عالي لم يسمعه أي أحد بالقرية من قبل. تقدمت الذئاب بحذر فزمجرت بصوت أعلى واقتربت منه وحدقت أعينهم. قال أحد الذئاب مترددا: أهذا وفاء؟ كيف تحمي الإنسان يا وفاء؟ أيها الذئب الصغير، افتقدناك منذ زمن بعيد. رد وفاء بعزم: لم أنسى شيئا، لكنني لم أغمض عيني أبدا من رحمة تلك المرأة. أنقذت حياتي وسأحميها حتى النهاية. تراجعت الذئاب ولم تجرؤ على الاقتراب أكثر، فكان وفاء سدا منيعا وحارسا وفيا، وعادت إلى الغابة.
عادوا كل الذئاب إلى الغابة تجر أذيال الخزي. وفي الصباح استيقظ الجيران واستيقظ كل أهل القرية على الخبر. قال شيخ القرية بدهشة: ذئب يحمي منزل أمينة، هل هذا يعقل؟ وجاء أهل القرية ليشاهدوا الذئب، وجلس بجانب الباب وعينيه ممتلئات بالهدوء والفخر أنه عمل هذا بافتخار والفخر، وتغيرت نظرتهم وأصبح وفاء رمز الخلود، الوفاء والشجاعة بهذه القرية. ومنذ ذلك آه، اليوم نسجت القصص عن الذئاب الذين لم تنسى جميلهم، وتعلم الجميع من أمينة الوفاء لا يقاس بشكل أبدا بشكل ولا بنوع من أنواع أي شيء بالدنيا. إن الوفاء ينشال فوق الرأس. وفي هذا الزمن الوجوه تتغير والقلوب تتغير، لكن الوفاء والصدق يبقيان كما هما. هاي كانت قصتنا لليوم. يعني آه بتربي اللي بربي بلاقي. ربت الذئب وحماها من كل الدنيا، حتى من النوعية اللي هو عايش بيناتهم. هاي كانت قصتنا لليوم، أتمنى تكون عجبتكم. أتمنى إنكم يا عالم يا بشر حنوا على بعض، الله يحن علينا وعليكم. بحبكم بالله، صلوا على النبي كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحبكم بالله. سلام.